السلام عليكم ورحمة الله. اليوم وصلنا السلسلة رقم 9 على بركة الله. السؤال رقم 1. في هذا الطريق توقف ممنوع. على طول الرصيف الأيمن. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. على طول الرصيف الأيسر. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. في هذه الحالة، في هذا الطريق قال لك التوقف ممنوع على طول الرصيف الأيمن. لا، ما ممنوعش، بالعكس مسموح. على اليمين وعلى اليسار. دونك عندنا هاد اللافتة اللي كتعني بلي الطريق غير كتشدي وما كتجيبش. دونك غناخدو جوج وربعة. السؤال رقم 2. صديق ديالي خلالي سيارته. نراقب حالة السيارة. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. ندير نسخة على الأوراق. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. في هذه الحالة فاش كناخد شي طوموبيل ماشي ديالي، ضروري خصني نراقب الحالة ديال السيارة، حيتاش ما كنركبش عليها، ما عارفش الحالة ديالها، وما نديرش نسخة على الوراق. الوراق كندي معايا اوريجينال. السؤال رقم 3. باش ندوز في هذا المنعرج بأمان واجب نقص من السرعة قبل المنعرج. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. نزيد شوية من السرعة في المنعرج. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. هنا في هذه الحالة ضروري خصني نقص من السرعة ديالي باش نتحكم في الطوموبيل مزيان ونتحكم في المسار ديال السيارة ديالي. وفاش نكون في وسط المنعرج غنزيد شوية من السرعة. وهاد الحالة بوحديتها فاش تنزيدو السرعة، اما ديما حنا في الأسئلة كنقصو السرعة. السؤال رقم 4. واجب نعطي حق الأسبقية اللي جاي من اليسر. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. اللي جاي من اليمين. نعم، الجواب 3. لا، الجواب 4. هنا كما كتلاحظوا عندنا هاد اللافتة اللي كتعني بلي طريق ذات أولوية، ما نعطي لا اليمين لا اليسار للأسبقية. دونك ما نعطي حق الأسبقية لا اليمين لا اليسار لا حتى هو. السؤال رقم 5. السيارة الكحلة وقفات. نوقف. الجواب 1. ولا ندوز. الجواب 2. هنا الكروازما مولي من يدوز، واخا وقف يقدر يوقف حيت السرعة ديالي كبر ولا شي حاجة، ولا غير باش يكونترولي الطريق. دونك خصني نوقف، هو اللي عنده الأسبقية السؤال يدوز. رقم 6. عند ملتقى الطرق من الواجب عليا نوقف. نعم، الجواب 1. لا، الجواب 2. نسمح بالمرور اللي جاي على اليسر. الجواب 3. نسمح بالمرور اللي جاي على اليمين. الجواب 4. عند ملتقى الطرق من الواجب عليا نوقف. نعم، حيتاش عندي لافتة هنا قف ستوب. نسمح بالمرور، نعطي الأسبقية اليمين واليسر بجوج. السؤال رقم 7. من الواجب عليا تغيير مسافة الأمان حسب السرعة. الجواب 1. حالة الطريق. الجواب 2. نوع السيارة. الجواب 3. هنا في هذه الحالة من الواجب تغيير مسافة الأمان حسب السرعة وحسب حالة الطريق، واش كتزلق ولا ما كتزلقش، والسرعة ديالي واش كبر ولا سرعة السؤال رقم 8. صغيرة. عند وقوع حادثة عنيفة غيكون السائق في أمان أكثر إلا كان في الدبابة. الجواب 1. ولا في السيارة. الجواب 2. هنا في هذه الحالة السائق غيكون في أمان في السيارة، حيتاش فاش كيكون له شوك ديال السيارات ولا لي زاكسيدون كيكون مع
مع السيارات اخرين ماشي مع الدبابات. داكشي علاش. السؤال رقم 9. سير بسرعة عنده تأثير على مسافة الحصر الفرملة. الجواب 1. مسافة الوقوف. الجواب 2. وقت رد الفعل. الجواب 3. خطر الاصطدام. الجواب 4. هنا في هاد الحالة السير بسرعة، قلنا السرعة كتعلق دايما بالحصر، بالوقوف، بخطر الاصطدام. وقت رد الفعل عنده علاقة بالإنسان، ماشي بالسيارة، ماشي بحالة الطريق، وماشي بالسرعة. السؤال رقم 10. من بعد ما وقع اصطدام ملأت المعاينة الودية، واجب نعطيها للشرطة باش تصادق عليها؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. نرسلها لشركة التأمين ديالي؟ نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. هنا المعاينة الودية كيهضروا على الكوسطا. كوسطا لامية بالمعاينة ودية. إلا غنعطيها للشرطة ما بقاتش كتسمى لاميابل، كتولي داخل فيها البوليس. دونك ما كتعطاش هي للبوليس، بالعكس كترسل لشركة التأمين. حيتاش حنا صوبناها بالتراضي، يعني ما يمكنش يديروا كوسطا لاميابل، كيدخل البوليس الا ما توافقناش حنا. السؤال رقم 11. بعد هاد العلامة يمكن لي توقف؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. الوقوف؟ نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. من بعد هاد العلامة ممنوع الوقوف والتوقف. إلا كتلاحظوا من بعد وقبل، حيتاش فليش واحد كيشوف الفوق وفليش الآخر كيشوف لتحت. دونك ممنوع الوقوف والتوقف من بعد ومن قبل. السؤال رقم 12. غيكون من الواجب عليا نعطي حق الأسبقية لمن؟ نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. ندور على اليسر؟ نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. هنا ما عندي حتى علامة كتعلق بالأسبقية، دونك خصني نعطي الأسبقية لمن كروازمامون لمن يدوز. ندور على اليسر، واجب عليها هو الإجبار اللي كيجبر عليا نتابع الانعطاف اليسار. السؤال رقم 13. ندوز للمسلك اللي على اليسر ديالي. الجواب 1. نبقى في هذا المسلك. الجواب 2. هنا خصني نبقى في هذا المسلك. هانتوما كما كتلاحظوا الطريق قدامي خاويه، ما كاين حتى واحد هنا، ما كاين حتى شي حاجه كتجبرني باش انا ننحاز لليسار ولا اليمين. نبقى في المسلك ديالي وهو مسلك السير العادي. السؤال رقم 14. المنحدر الخطير. السؤال رقم 13. السؤال رقم 14. المنحدر الخطير كيبدا على بعد 150 متر. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. كيمتد على طول 400 متر. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. اللي كيتلف بحال هاد الاسئله خصو يحل اللافته. شنو كتعني اللافته؟ كاين انعطاف من بعد 400 متر، يعني ما بقاتش 150 متر حيتاش كاين هاد الرقم اللي كيانوليه كيمتد، لا حيتاش ما كاينينش لي فلاش. فاش ما تيكونش فلاش كتولي على بعد. السؤال رقم 15. في حالة وقوع اصطدام السائق عليه يملأ المعاينات الودية بقدر ما يوجد من السيارات اللي اصطدمت بسيارته. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. نعم، علاش؟ حيتاش كاع السيارات في لا بليبار كتلقى عندهم دي زاسيرونس مختلفين. داكشي علاش تيكون اوبليجي اي طوموبيل تقاس الطوموبيل ديالي خص تكون عندها معاينه وديه ديالها. سؤال رقم 16. ملي كتكون سيارتي مجهزة بالأكياس الواقية ربط حزام السلامة خارج التجمعات السكنية كيكون ضروري. الجواب 1. بدون فائدة. الجواب 2. مستحب. الجواب 3.
كيكون ضروري ويعاقب عليه بغرامة اللي ما دايرش حزام السلامة. وهاد اللي رباك قلنا راه ما تيغنيش على حزام السلامة، والا علاش يخرجوا هاد حزام السلامة الا كاين اللي رباك. السؤال رقم 17. نستعمل مؤشر تغيير الاتجاه الوامض. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نبه بالمنبه الصوتي. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. ديما داكشي اللي تنقولو تنعاودو، كنحاولو نحللو الصورة. هذا اللي مورايا ما كيدوبلش، وانا غنتقابل مع واحد الراجل. فاش نتقابل خصني نخلي على الاقل 2 متر بيني وبين اللي قدامي باش نتقابل معاه. دونك ضروري غندير الوامض وما نبهش ليه من المنبه الصوتي، ما كنكلاكسونيوش على الراجلين. السؤال رقم 18. باش نتجاوز هاد سائق الدراجة، من الواجب عليا نستعمل مؤشر تغيير الاتجاه الوامض. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. نعم، واش سوي اوبليسي، واصلا هنا ما تبعني حتى واحد، الطريق خاويه قدامي خاويه، نقدر ندوبل، ولكن خصني الا غندوبل ضروري خصني نشعل السينيال ديالي. السؤال رقم 19. يمكن لي ندور على اليمين. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. على اليسر. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. يمكن لي ندور على اليمين، نعم ها هو الفليش اللي كيعطيني هاد البوسيبيليتي. نمشي للقدام حتى هو يمكن ليا، ولكن على اليسار لا. الا لاحظتوا هنا كاينه علامه كتمنع عليا باش ندور على اليسار. دونك على اليمين نعم، على اليسار لا. السؤال رقم 20. هاد الإشارات تتعلم على إعطاء حق الأسبقية اليمين. الجواب واحد. إعطاء حق الأسبقية. الجواب زوج. راس العقبة. الجواب ثلاثة. ملتقى الطرق. الجواب ربعة. لا، هاد الارامات اش كيعنيو ملتقى الطرق. ما عندهمش علاقة بالأسبقية، ما كنستندش ليهم باش نعرف الأسبقية اللي كاينة في هذا ملتقى الطرق، كنستند لتشوير طرقي. السؤال رقم 21. نتجاوز. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. هنا عندي خط متصل، ممنوع عليا ندوبل، دونك ما نتجاوز. السؤال رقم 22. يمكن لي ندور على اليمين. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. ندور على اليسر. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. هنا عندي هاد اللافتة اشنو كتعني، كتجبرني. الإجبار ضروري نتابع الانعطاف على اليسار، دونك ندور على اليمين لا، ندور على اليسار نعم. السؤال رقم 23. سبب انزلاق السيارة في طريق مغمورة بالماء يمكن يكون ناتج على الحصر. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. السرعة. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. هنا الانزلاق ديال السيارة ما يمكنش يكون ناتج على الحصر. علاش؟ الا كان غينتج، دونك الا كانت الطريق فاسكه بالماء، دونك ما خصناش نفرانيو، اوني اوبليجي باش نفرانيو، ولكن الطريقه باش كنفرانيو والسرعه ديالنا، حيت الا كانت السرعه كبيره وفرانيتي السك راه الطوموبيل غتزلق. داكشي علاش كنمشيو بشويه فاش كيكون السليق في الطريق. السؤال رقم 24. نسمح بالمرور لهاد الراجلين. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. هاد الراجلين كاينين فوق التروطوار، انا عندي الخط، ما هبطوش من التروطوار، دونك انا اللي عندي الاسبقيه، نسمح بالمرور لهاد الراجلين لا. السؤال رقم 25. باش نتجاوز يمكن لي نستعمل المسلك الثاني. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. المسلك الثالث. نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. نلاحظ مزيان الصورة شنو عندي، هذا ما يدير لا السينيال الاول وما تيدوبلش. المسلك الثاني نعم نقدر نتبع هذا كاع تيدوبل. المسلك الثالث لا، حيت عندي خط متصل هنا.
هذا اللي جايين ما يتخطاو واللي غاديين ما يتخطاو حتى هما. السؤال رقم 26. يمكن لي ندور على اليمين؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. يمكن لي ندور على اليمين؟ نعم، ما كاينه حتى شي حاجه كتمنعني. السؤال رقم 27. غيصبح السير في الاتجاهين فورا؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. على طول 200 متر؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. هنا غيصبح السير في الاتجاهين فورا؟ لا، حيتاش كاين واحد الرقم هنا كيعطينا متى غيكون الطريق كدي وكتشي. على طول 200 متر؟ لا. علاش؟ حيتاش ما كاينينش هنا ديفلاج. هذا على بعد 200 متر هو القراءة الصحيحة ديال هاد اللافت، يعني غيولي السير في الاتجاهين من بعد 200 متر. السؤال رقم 28. قبل ما ندخل في هاد الطريق الضيقة ننبه بالمنبه الصوتي. نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. قبل ما ندخل في هاد الطريق الضيقة نبه بالمنبه الصوتي؟ لا، حنا في المدينة ممنوع الكلاكسون، وهذه طريق غير كتدي ما كتجيبش، علاش نكلاكسون؟ السؤال رقم 29. نسمح بخروج هاد السيارة من المركن؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. كنحللوا الصورة وكنتبهوا للصياغة ديال السؤال. هنا نسمح بالخروج؟ لا. علاش؟ ما قالش لي الطريق عامرة ولا كاين ازدحام وعندي الخضر. الا شفتوا السؤال رقم الصورة 30. مزيان. نواصل التجاوز؟ الجواب واحد. ولا نشد اليمين؟ الجواب زوج. هنا هاد اسهم الانحياز خاصة بالناس اللي جايين، ما كيعنيونيش انايا. المورايا خاوي، قدامي خاوي، جو سوي اون بلان دغوا باش نواصل التجاوز، ما كاينه حتى شي حاجة كتمنع. السؤال رقم 31. العلامات الطرقية كتعلم على منعرجات؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. ملتقى الطرق؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. هنا الا كتلاحظوا مزيان فينا هما العلامات علاش سولونا هادو وهاد البيضين، كلهم بايضين، ولكن هادو فوق راس عندهم الراس بالاحمر ها هما، وهادو بايضين كلهم. دونك منعرجات هما هادو، وملتقى الطرق هما هادو اللي بيان. السؤال رقم 32. نسمح للسيارة البيضاء تدوز؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. هاد السيارة البيضاء طريقها عامر وطريقي انا خاوي، واخا داير السينيال ما نسمحش ليه، هو اللي خصو يخليني باش ندوز، حيتاش الطريق ديالي انا خاوي وطريقه هو عامر. السؤال رقم 33. يمكن لي نوجد أحجار متساقطة على اليمين ديال الطريق؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. على اليسر ديال الطريق؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. هاد اللافت اش كتعني؟ خطر انتباه تساقط الاحجار، ولكن فاش كطيح الاحجار شكون اللي غيضمن ليا بلي هي غتكون في اليمين؟ غطيح تقدر تدحرج حتى اليسار، دونك غتكون على اليمين وتقدر تكون على اليسار حتى هو. السؤال رقم 34. إعطاء بعض الأدوية دون وصفة طبية يمكن يتسبب في النعاس؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. بالدوار؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب ربعة. في النعاس نعم، في الدوار نعم حتى هو. هذا كيستيون ديال لا لوجيك. السؤال رقم 35. نتجاوز العربة الأولى وحدها؟ الجواب واحد. نتجاوز العربة الثانية وحدها؟ الجواب زوج. نشد اليمين فورا؟ الجواب ثلاثة. هنا في هذه الحالة أنا خارج كنضوب، ولكن عندي أسهم الانحياز اللي كيجبروني باش نشد اليمين ديالي، تيقولوا لي نشد اليمين.
وهنا في ليماج ديالي خاوي لي من خاوي الطريق، يعني ما معمر عليا حتى واحد، دونك خصني نشد اليمين ديالي فورا. حتى الا بغيت ندوبل متقاربين هما يا هاد السيارات. السؤال رقم 36. واجب نشعل أضواء الطريق؟ الجواب واحد. أضواء التقابل؟ الجواب زوج. أضواء الوضع وحدهم؟ الجواب ثلاثة. هنا في هاد الحالة غنشعلو أضواء تقابل، وإلا عطاونا حيتاش كاينة الضبابة، إلا عطاونا الضبابة القدام الضبابة الخلف كنزيدوهم حتى هما. هنا طريق تقابل الوضع كناخدو التقابل بوحديتو. السؤال رقم 37. عند وقوع اصطدام سيارتي مع السيارة اللي قدامي والسيارة اللي في الخلف ديالي نملأ معاينة ودية وحدة؟ الجواب واحد. زوج ديال المعاينات الودية؟ الجواب زوج. ثلاثة المعاينات الودية؟ الجواب ثلاثة. كما قلنا قبيلة كنعمر لي كوسطا بقدر من طوموبيل اللي اصطدمت به، جوج ديال المعاينات الوديه حيتاش وحده القدام ديالي وحده موراي، باش وحده تمشي، باش باش لي زاسيغونس بيناتهم. السؤال عفوا نرجعوا ليها. رقم 37. دابا لا نفترضوا هاد السياره ديالي اصطدمت مع هادي، كنعمر معاه الكوسطا لاميابل، واللي مصطدم معايا في الخلف حتى هو كنعمر معاه الكوسطا لاميابل، وكندفعهم بجوج لاسيرونس. علاش؟ باش ديما لاسيرونس، هاد لاسيرونس كتخلص من هاد لاسيرونس، هاد لاسيرونس كتخلص من هاد لاسيرونس. شكون اللي كيتحمل شكون اللي كيتحمل الفوتيف؟ هو اللي كاين من اللور، هكا كيتعاملوا لاسيرونس. هذا هو المبدا ديالهم. يعني كنصطادم مع هاد لاسيرونس فاش كتكون عندنا لو ميم اسيرونس اصلا ما كيكونش مشكل، ولكن فاش كتكون دي اسيرونس مختلفين، عندي انا باغ اكزومبل ايريما الوطنيه ولا الاكسا ولا السهام، باش بلا ما نديروا الاشهار لي اسيرونس معليش. المهم لاسيرونس فاش كندير انا لاكسيدون كيوقع له شوط، كنصاوبوا الكوسطا لاميابل، كنصاوب قدر من شحال من السياره صدمت بالطوموبيل ديالي، ماشي شحال من السياره كاينه في الحادثه. حتى فاش كتكون الله يستر الدم وكيحضر البوليس ولا لي جوندارموري، اشنو تيوقع؟ كيصاوبوا هما واحد الكونسطا، تيصاوبوها كبيره فيها كاع شحال كل طوموبيله مع من اصطدمت، يعني الطوموبيله اللي تصطدمتي معاها والطوموبيله اللي اصطدمت بك بالخلف، وهذيك كلها هذاك البي في، هذاك البروسي فيربال كديه انت لاسيرونس. هو علاش كيعتمدوا باش يحددوا شكون هو اللي فوتيف وشكون هو اللي ماشي فوتيف. عند وقوع السؤال رقم 38. أنا في المكان المناسب باش نكمل السير للقدام؟ الجواب واحد. ندور على اليمين؟ الجواب زوج. ندور على اليسر؟ الجواب ثلاثة. هنا في هذه الحالة أنا في المكان المناسب باش نكمل السير القدام كما كيوضحوا هاد الفلاش، ندور على اليسار كما كيوضحوا هاد الفلاش الآخر. أنا إلا كنت غندور على اليمين خصني نكون في هاد المسلك هاد. السؤال رقم 39. هاد العلامة كتمنع الوقوف على الجوانب بزوج ديال الطريق؟ نعم؟ الجواب واحد. لا؟ الجواب زوج. لا، هاد العلامة كتمنع الوقوف، كتمنع التوقف من هنا للقدام. أصلا هو سولني على السؤال الوقوف، ما رقم سولنيش 40. على من التوقف. الواجب عليا نوقف عند ممر راجلين؟ الجواب واحد. الخط المتصل؟ الجواب زوج. من الواجب عليا نوقف عند خط المتصل هنا. إلى هنا تأتي نهاية السلسلة رقم 9. كنتمناو نفيدكم بهذا الشرح البسيط. لا تنساو تابوناو في لاشين، ما تنساوش تسجلوا الاعجاب ديالكم باش تشجعونا وباش يوصلكم الجديد حتى نتوما ان شاء الله. والله يوفقكم، الله ينجحكم. بلاتي نرجع لهذا السؤال السؤال حيتاش رقم ما 39. شرحتوش مزيان. هنا ديما الرد السؤال، الرد البال، ما نزربش.
عطاوني ليماج ديما كنقولوا كنحققوها مزيان وتنحللوا فيها ياك، وكنتصنتوا السؤال ديالهم حتى هو. اشنو تنقول دابا؟ هو فاش كيسولني في الامتحان اصلا ما كنبداش نجاوب حتى كيسالي هضرته، تيبدا العداد عاد نساو. اللي تيجاوب باقي مساله هضرته راه ما كيتحسبش ليه السؤال. ديما يسالي هضرته يبقى كيحسب هذاك الكونطور، عاد ديك الساعات ناخذ الوقت الكافي ديالي ونجاوب. بحال هاد الحاله فاش كيعطيني هاد العلامه ستامبيات، هذا قال لك العلامه كتمنع الوقوف، هذه ممنوع التوقف ماشي ممنوع الوقوف، فهمتي؟ وقال لك هو على الجوانب بزوج ديال الطريق باش فهمتي، باش يشتت لك التركيز ديالك. هو اصلا سولك على الوقوف، هذه ديال التوقف، دونك حتى شي حاجه هنا في هذه الحاله ما كتنهيش الوقوف لا على اليسار لا على اليمين ديال الطريق. السؤال رقم 40. قلنا من الواجب علينا نوقف عند خط متصل. من الواجب عليا نوقف عند. الله يوفقكم جميعا والله ينجحكم، والسلام عليكم إلى حلقة أخرى إن شاء الله. تجدون المزيد من المعلومات والدروس على الموقع الذي يظهر أمامكم. السلام عليكم.